لو انت مفكر ان الكارديو الكتير هيخسسك، انت غلطان. الكارديو الكتير هيقلل من عملية التطور وهيقلل من عملية التخسيس بتاعتك وهيخليك تخس ابطأ. حسيت ان الكلام ده غريب عليك، فانا جاي اقول لك ده اول فيديو من سلسلة حقائق عن الكارديو محدش قالهم لك قبل كده. لازم تضغط اللايك والفولو عشان يوصلك جميع انواع الفيديوهات السلسلة، وهتتصدم من المعلومات اللي هتسمعها عن الكارديو لاول مرة. الكارديو هيقلل عملية التخسيس بتاعتك. الكارديو الكفيد لصحة القلب والاوعية الدموية والجهاز التنفسي، ولكن لو انت عملت كارديو كتير ده بيخلي مخك يرسل اشارات مختلفه ومتشتته، وبيخلي جسمك في حاله كونفيوزد. هل انت شخص بتتمرن مقاومه ولا انت شخص بتتمرن كارديو؟ جسمك بيكون متلخبط ومش عارف انت بتعمل ايه بالظبط، فبيكون متشتت بين المقاومه وبين الكارديو، فده بيقلل الريتم بتاعك، بيأثر على صحه المفاصل والاوتار والاربطه، بيخلي الجسم في حاله التوتر والتنشن العالي، لان انت بتحط جسمك تحت ضغط عالي كتير سواء بتلعب ساعه او ساعتين كارديو. اتكلم معايا في هدم عضل لو انت بتتمرن كارديو يوميا بنفس الريتم. ايه الحل عشان تبقى استفدت من الفيديو ده؟ الحل انك تعمل كومباوندز، او ان انت تربط بين الكارديو والمقاومه عن طريق الكروس فيت او عن طريق تمارين معينه بيكون فيها الكارديو داخل مع المقاومه في نفس الوقت، لو هدفك هو خساره الوزن. لكن لو هدفك الزياده العضليه فالكارديو بتاعك بيكون لس قبل التمرين ب3 4 ساعات، او بعد التمرين لو ما عندكش وقت لمده 10 دقائق، عباره عن مشي سريع بريسك ووك على المشايه انكلاين 7. واكتر من كده يبقى انت بتدخل جسمك في حاله تشتيت وكونفيوز. الكارديو مش بيحرق سعرات اكتر من المقاومه. في دراسه ابحاث في مجله البحث والتكييف كانت المقارنه بين اول حاجه معايا المقاومه وكارديو ليس وكارديو هيت. خلينا بس اشرح بسرعه كده الناس اللي مش عارفه الكارديو ليس والكارديو هيت. المقاومه اللي هي الحديد، والكارديو ليس هو الكارديو اللي بتمرن بنسبه قليله على العجله او المشايه او الكلام ده كله او على الاجهزه. اما الكارديو هيت تمارين مكثفه زي مثلا جامب جاكس او الحاجات اللي قدامك في الفيديو ديت. بدات المقارنه ان هم يعملوا بين الكارديو والمقاومه والكارديو ليس في معدل ضربات القلب ماكسيمم هارت ريت بتاعي 70% لكل من التمارين، واثبتت الابحاث ان ما كانش في حاجه بتحرق اكتر من حاجه. هنا الناس بتعتمد على الكارديو لحرق سعرات اكتر بعد التمرين او قبل التمرين، فانا جاي اقول لك الموضوع مش فارق تماما، تقدر تتمرن مقاومه. وانا بنفسي جربت البحث ده على نفسي وعملت تجربه خاصه، وجيت اشوف ان انا ممكن اوصل لدهون 7% زي الصوره اللي قدامك في الفيديو ديت، بدون كارديو، بدون مشايه، وبدون تمارين الهيت، فقط بالحديد والسعرات الحراريه. فهنا الاساس والركيزه الاساسيه انك توصل ل 7% دهون او 5% دهون او ايا كان هدفك، هو انك تعمل عدد سعرات حراريه يتناسب مع التمرين اللي بتتمرنه. ممكن تتمرن مقاومه وتوصل للشكل ده من غير ما تلعب ولا دقيقه كارديو. بتعمل كارديو علشان تخس وبتقول هتمرن مقاومه وبعدين هخش كارديو عشان اخس اسرع، فالكلام ده مش صح. كارديو مع المقاومه ده بيخليك تخس ابطا، وبيعمل العكس تماما في جسمك. الكارديو بيقلل من الحجم العضلي اللي هو الماسل ماس، وكمان بيقلل من القوه المتفجره بتاعتك في التمرين، وبيأثر على جسمك في تمارين المقاومه وبيخلي الماسل ماس بتاعتك تقل. وده علشان في حاجه اسمها ظاهره انترفيرنس افكت او ظاهره كونكورد تريننج افكت، بتجمع بين الكارديو والمقاومه، فجسمك بيكون في اتجاهين مختلفين، والاتجاهين المختلفين بيخلي جسمك مشتت بين انك شخص بتتمرن للزياده العضليه او شخص انك بتتمرن للحمل العضلي، والاثنين عكس بعض. فعلشان كده جسمك بيكون مشتت ومش بيديك نتائج احسن. فلو انت شخص عايز تبقى جامد جدا وتخس دهون وتزيد عضل، فانت ركز على المقاومه. ولو المقاومه مش جايه معاك سكه فركز على الجري او الكارديو او الهيت، يعني يا تعمل ده يا تعمل ده، لان الكارديو والمقاومه الاثنين مع بعض بيدخلوا جسمك في حاجه اسمها التشتيت. الكارديو ملوش طريقه معينه لحرق الدهون. في كومنت بعنوان ان الكارديو العالي الشده هو اللي بيدمر الجسم، لكن انا لو عايز احرق دهون فهبدا اعمل كارديو ليس اللي هو على المشايه خفيف بعد التمرين. عايز اقول لك ان التمارين الكارديو ملوش طريقه لحرق الدهون. عندنا نوعين اتنين من الكارديو اللي هو الليس والهيت، وشرحتهم قبل كده عشان اعرفك يعني ايه كارديو. الكارديو الليس والهيت هما الاثنين لما بنعملهم جسمك بيبدا يحرق الدهون whatever، يعني سواء انت عملت هيت عملت ليس فجسمك كده كده بيحرق الدهون، لان هو مش هتفرق معاه فاعليه الكارديو او هتفرق معاه شكل الكارديو عموما. ده الكلام ده ان جسمك وانت بتتمرن مقاومه بيبدا يتخلص من الجلايكوجين اللي موجود في الكبد والعضلات، وبيبدا يتخلص من الطاقه اللي موجوده، فجسمك بيكونش فيه طاقه موجوده دلوقتي، فبيخش تتمرن على الكارديو مثلا 10 دقائق على المشايه، فبيبدا جسمك يحرق من الدهون. الكلام ده صحيح ومش غلط، لكن
لكن لما بتتمرن في الوقت ده جسمك اوريدي بيحرق من الدهون، اوكي ما عنديش مشكله. لكن بعد كده لما بتبدا تاكل بعد التمرين فجسمك بيبدا يحرق من الكارب اوريدي اللي انت دخلته بعد التمرين. هنا اللي بيفرق اساسا في حرق الدهون او فاعليه انقاص الوزن هو السعرات الحراريه، لكن الكارديو مش هيفرق معاك في حرق الدهون. والاهم ان انت تبقى عارف انت بتدخل كالوريز ان وكالوريز اوت. تمارين الكارديو على معده فاضيه صايم مش بيحرق دهون اسرع خلال اليوم. نكسر الظاهره اللي الناس بتتكلم عليها وانت اصحى من النوم على معده فاضيه، العب تمارين واطلع اجري علشان جسمك يحرق دهون اكتر. الكلام ده مش صح. اهلا بيك في سلسله حقائق عن الكارديو ما حدش قالهم لك قبل كده، وهيصدموك مع الفيديو الثامن ان الكارديو على معده فاضيه او الفاستنج كارديو مش احسن حاجه. انا واحد من الناس خلال التحضير بتاعي في البطوله ووقت التنشيف كنت بطلع اعمل ساعه جري. كنت مقتنع بالكونسبت ده وكنت مقتنع بالمبدا ده، وكنت بطلع اجري الصبح بدري على معده فاضيه حوالي ساعه، الى ان اثبتت الابحاث العلميه عكس كده. تبتدي جسمك بيبدا يحرق الدهون على معده فاضيه لو ما فيش في جسمك كارب من اخر وجبه انت اكلتها. فليكن مثلا اخر وجبه انت اكلتها الساعه 11 بالليل، فهتعمل الكارديو بتاعك الساعه 9 الصبح وليكن، فما فيش كارب في جسمك. فكده نوعين اتنين من المصدر الطاقه جسمك بيحتاجهم، الجلايكوجين المخزن بتاعك او كمان مصدر الطاقه من الدهون. لو حرق الجلايكوجين بتاعك فبيبدا يسويتش على مصدر الدهون ويبدا يحرق منها. فالكلام صحيح فعلا، انت لو عملت كارديو على معده فاضيه بتبدا تحرق دهون. انا ما عنديش مشكله ان جسمك فعلا بيبدا يحرق من الدهون خلال الوقت ده، لكن اسال نفسك جسمك بيعمل ايه باقي اليوم؟ جسمك بيعمل ايه باقي اليوم؟ اول حاجه بيعمل سويتش بين الطاقه اللي كان بيستخدمها. انت بتتمرن الصبح على معده فاضيه كان بيحرق من الدهون، فبيبدا يعمل سويتش تاني للكارب اللي انت بدات تخزنه من اول وجبه هي وجبه الفطار، فبيبدا يحرق من الكارب ده. تاني حاجه هو الميتابوليزم بتاعتك بدات تعوض الحرق العالي اللي حصل خلال فتره الصيام الصبح وانت بتحرق في الدهون بتاعتك بالجري على معده فاضيه. فبيبدا يعوض الحرق ده بحاجتين اتنين، ان هو اول حاجه بيبدا يقلل نسبه الحرق على مدار اليوم من الدهون علشان انت اوريدي حرقت كل كم الطاقه بتاعتك في الصبح. كمان اليوم اللي بعده لمده 24 ساعه بيبدا يعمل تقليل من حرق الدهون. فلو جيت تقارن الموضوع ده هتلاقي لو انت اتمرنت اصلا مش على معده فاضيه هو جسمك اوريدي هيحرق نفس الدهون اللي انت بتتمرنها وانت بتتمرن على معده فاضيه، يعني الاتنين شبه بعض مش هتفرق قوي. فاهم حاجه هنا تاني وتالت ورابع في كل سلسله وفي كل فيديو بقول لك الكالوريز ان والكالوريز اوت. لو انت شخص مظبط الاكل بتاعك وعامل عجز سعرات حراريه وبتتمرن حسب الكالوريز وحسب التمرين بتاعك وشدته هتعمل جسم جامد جدا وتوصل لنسبه 7% دهون زي الصوره اللي قدامك ديت من غير كارديو. وده كان الفيديو الثامن من سلسله حقائق عن الكارديو ما حدش قالهم لك قبل كده. الكارديو هيموتك. هاتله اهلا بيك في اخر فيديو من سلسله حقائق عن الكارديو محدش قالهم لك قبل كده ومعلومات هتصدمك. واخر فيديو معايا هو الكارديو هيموتك. الكارديو بيعمل حاجه اسمها لايف سبين. الكارديو بتاعنا مش بعبع ولا حاجه، ولكن الكارديو مهم جدا، لكن more isn't always better. يعني الكتير من الحاجه ممكن يتقلب ضدها. الكارديو مهم جدا ومفيد لصحه القلب والاوعيه الدمويه، مفيد كمان للجهاز التنفسي، مفيد للرئتين، وكمان مفيد لصحه العقل وجهاز المناعه، وبيقلل نسبه السكر في الدم، كمان بيقلل ارتفاع نسبه الانسولين. انا بتكلم حرفيا عن الناس اللي بتموت نفسها في الكارديو لمده ساعه او ساعه ونص او ساعتين. ليه الكلام ده وليه بنعمل في نفسنا كده مع اننا ممكن ناخد الحاجه البسيطه والحاجه اللي تفيد صحتنا؟ الكارديو فعلا هيموتك وبيؤدي لكده، مقارنه بان مثلا لو جينا نشوف حياه لاعبي الماراثون اللي هم بيجروا لمسافات طويله جدا وجسمهم بيكون مجهد جدا وعليه ستريسفول جامد جدا وكبير خلال فتره السيزون بتاعتهم. وفعلا ابحاث علميه بدات تعمل مقارنات ولقت ان الناس ديت مش بيوصلوا لعمر ال60، يعني اخرهم 59 50 في الحدود ديت، محدش بيعدي ال60. طبعا مش كل الناس او مش كل اللعيبه بتاعه الماراثون ولكن الاغلبيه. فانا طبعا مش هقول لك او مش بقارنك بلاعب الماراثون اللي هو بيجري كيلوهات او هو الشغل بتاعه كده، ولكن بقول لك بلاش تعمل كارديو كتير. كارديو بيعمل ضغط كبير على صحتك واكتر من اللازم، ممكن يؤدي الى امراض ويؤدي الى حاجات انت في غنى عنها او يؤثر حاجه اسمها اللايف سبين بتاعتك. وخلينا نختم بقى السلسله والفيديو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعلم والاكبر على الاطلاق والمثل الاعلى، قال ان خير الامور الوسط. يعني بلاش نأفور في الحاجه، سواء جيم او سواء كارديو او سواء
اي حاجه صحيه، حتى الاكل الصحي الكتير بيتخن. فخلينا في الامور الوسط. ولو انت استفدت من السلسله دي او الفيديو، ما تنسانيش بلايك وكومنت، واعمل شير لاصحابك ووعيهم، عشان في ناس بجد فعلا لسه ما وصلتش للوعي اللازم ان هي تقلل من الكارديو بتاعها، او ان هي تعرف ان السعرات هي المتحكمه في كل شيء، سواء زياده سواء تخسيس سواء حتى تظبيط الشيب. كان معايا كوتش مختار، مدرب معتمد دوليا من ACA واي سي سي اي وناسم وفيفا ميديكال دبلوما، وكمان PhD نيوتريشن. لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت.